السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. قبل بقى ما ابدا في اكلتنا النهارده والفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت بقى تضغطوا لايك على الفيديو كده واعملوا لي اشتراك في القناه. صحصحوا لي بقى القناه كده. القناه نايمه يا جماعه، فرفشوها لي انتوا فاهمين؟ عشان انا بصوا محبطه جدا جدا، ففرفشوها لي كده عشان نبدا في الفيديو بتاعنا النهارده. كده اضغطوا لايك كده حلو، واعملوا تعليق حلو زيكم كده، قولوا بتتابعوني من انهي بلد. وكمان حذروا فزورة هنعمل اكل النهارده. بصوا بقى ان هنا كنت خلاص تعبانه جدا و فاقده كده الشغف. انتوا فاهمين؟ عارفين الانسان اللي فاقد الشغف تجاه اي حاجه. المهم كده ابني طبعا طلب مني بقى مكرونه بشاميل. كنت جايبه هنا نص كيلو لحمه برازيلي، بصراحه كانت حلوه ب110، نص كيلو. المهم هنا كنت سخنت طاسة جدا، ونزلت كده بمعلقة سمنة صغننة، ونزلت ايه باللحمة كده، صدمتها. لازم نصدمها كده علشان ايه؟ كده يعني، هو كده وخلاص. حطيت شوية فلفل اسمر وقلبتها كده لحد ما فكت معايا، وابتديت بقى انزل ايه بالبصل اللي انا قشرته في البداية كده، وقعدت اعيط يعني. هنزل بقى بالبصل على طول. تمام. في ناس بتشوح البصل الاول وبعدين اللحمه، بس انا بصراحه لازم اشوح اللحمه الاول، مش عارفه ليه، ولكن ده الصح انك انت تشوحي اللحمه الاول، وبعد كده بتنزلي بالبصل يتكرمل معاها بقى كده. وبنزل كده بمعلقه من البهارات السبعه، وملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا، البهارات اللي عندك عامه يعني تحطيها وكده. بحط في الاخر سنه جوز الطيب، سنه بسيطه خالص، و بسيبها بقى على نار هاديه كده ايه تتعصق. تمام. دي معلومات مهمه جدا بقى لتعصيق اللحمه. بقول لكم اهو يعني حاجه كده. يعني في ناس بقى بتحط طماطم مبشوره، بتحط جزر، انا بصراحه بتغير طعم اللحمه. انا بحب طعم اللحمه كده المتعصجه كده. فانا لما بحط طماطم او بحط جزر او بحط فلفل والكلام ده كله، انا بغير طعم اللحمه خالص. فهنا بسلق هنا المكرونه عادي، انا عايزه اسلقها نص سلقه بس علشان تكمل سواها في الفرن. تمام. يعني ما تسلقهاش يعني ما تسلقهاش كتير عشان ما تريش معاكي في الفرن. تمام. زي ما قلت لكم احط سنه جوز الطيب كده بسيطه، ببشرها كده بالمبشره، بسيطه قوي على فكره يعني. تمام. انتوا عارفين ان انا بعمل كتير؟ لا والله، ان هي حاجه بسيطه، بس المبشره يعني مش حادة قوي، فبضطر ان انا اضغط عليها كتير. قلبت كده وسبتها على نار هاديه، وابتديت بقى ان انا اعمل بشاميل. بشاميل طريقته سهله جدا. انا بنزل كده ب3 معالق من السمنه على 5 معالق من الدقيق. تمام. 3 معالق من السمنه على 5 معالق من الدقيق، وبقلب طبعا. ده مقدار لتر لبن، تمام، اللي هو كيلو لبن. بس كده. ابتديت بقى ان انا اقلب كده كويس. لازم ان الدقيق معاك يعني يستوي، تشم ريحته كده ان هو استوى، يدوق بس يغير سنه من لونه. تمام. من اللون الابيض كده لسنه كده، مدي كده اللون كده ايه، ذهبي بسيط قوي. انتوا فاهمين؟ ببتدي انزل بقى باللبن واحده واحده. تمام. فانا دلوقتي هنزل باللبن بعد ما شميت خلاص ريحته كده وابتدى ان هو يستوي معايا. بقى انزل كده بشويه بشويه. تمام. اهم حاجه البشاميل سهل جدا جدا والله العظيم، يعني مش محتاج اي اختراعات، هو كده. نزلت كمان بشويه من انا بصراحه بحط ميه. تمام. بحط نص كوبايه ميه كده، او نص كوبايه شوربه، بس انا ما عنديش شوربه، بحط ميه. وبحط ملح، وبحط مرقه دجاج، بحط واحده مرقه دجاج، وبحط فلفل، وبحط ايه سنه جوز الطيب برضو بسيطه. بس كده، هو ده البشاميل. في ناس بقى، انا كنت بحط بصراحه جبنه كريمي، بس بصراحه لقيتها مكلفه جدا ان انا احط جبنه كريمي وجبنه موزاريلا ومش عارفه، لقيت الصينيه بتتكلف جامد. انتوا فاهمين؟ فابتديت ان انا اعملها اقتصاديه كده. انا صراحه عجبني الطريقه، بحب ان انا اخلي البشاميل مش تقيل قوي، يكون كده مش خفيف برضو ولا تقيل، يكون بين البنين كده. تمام. لانه لسه هيبرد، ولما يبرد بقى معايا هيتقل اكتر. بصوا تقيل ازاي. ف ولسه لما يدخل الفرن برضه هيطل اكتر واكتر. فبالتالي ما تعمليش بقى البشاميل تقيل قوي، لانه لسه بيتقل اكتر. صراحه انا ما حبيتش احط البشاميل على المكرونه، لان ايه، بحط اصلا يعني بحط طبقه بشاميل في البدايه، وبعدين بقلب بقى طبقه البشاميل دي مع المكرونه، وبحط طبقه بشاميل فوق المكرونه كمان. تمام. اهو زي ما انتم شايفين. وابتديت ان انا احط بقى اللحمه المفرومه بتاعتي.
متعصجة، عصجتها بقى عايزة اقول لكم تحفة ريحتها يعني اكنها لحمة بلدي حقيقي بجد. حطوا بقى طماطم زي ما انتم عايزين، في ناس بتحط صلصة، بس انا صراحة انا باحس ان اللحمة بتغير طعمها، يعني ما بتبقاش لحمة متعصجة دي خالص، انا باحس انها لحمة مطبوخة. فابتدي احط كده. أنا طبعا هنا لو انت عندك بقى جبنة موتزاريلا او جبنة رومي تحطي، حطي براحتك، ولكن انا الظروف الاقتصادية تعبانة شوية. فمش هاحط جبنة رومي وجبنة موتزاريلا والكلام ده كله، انتوا عارفين يعني الدنيا بتبقى لأ، كده أحسن. والله ساعات بادلّعهم وباعمل لهم على فكرة، باحط لهم جبنة موتزاريلا وجبنة رومي وكمان باحط في البشاميل آمم جبنة مثلثات وجبنة كيري والكلام ده، ولكن كان يعني في ظروف أحسن من كده، إحنا في ظروف صعبة. فالمهم كده خلاص حطيت البشاميل فوق كده، ابتديت بقى إن أنا بُصّوا بقى أعمل بيضة. بُصّوا بقى هاعمل حاجة ولا هتحسسِك بزفارة البيت، وكمان هتدّيكِ لون حلو أوي، أوي، لون البشاميل و وبصراحة تحفة والله العظيم. بانزل كده بالبيضة واحط ملح وفلفل، وابتديت إن أنا أجيب الفرشة وأدهن كده إيه على البشاميل من فوق، مش هاحط البيض كله، يعني مش هاحط البيضاية كلها على فكرة، أنا باخد 3 أرباعها يعني، أنتم فاهمين بالفرشة كده، تمام. البشاميل ما بيبقاش فيه ريحة زفارة خالص، وبالتالي بيدّيني لون حلو أوي، أوي. يعني الصينية كده بيبقى شكلها حلو، كمان بيبقى طعمها حلو والله. شايفين بقى هادخّلها بقى الفرن على الرف الأوسط، تمام، مش تحت، تمام، الرف الأوسط، وبعد كده في الآخر هافتح بقى الشواية تاخد لون زي ما أنتم شايفين كده، بس ولا في أي حاجة خالص، خدت لون تحفة. أنا بصراحة ما استنيتش إن هي تتقطّع وهي باردة، المفروض تتقطّع وهي باردة شوية، تمام، ولكن إحنا جعانين. ابتدي إن أنا أقطّعها بقى، قعدت حوالي ساعة إلا ربع في الفرن، و5 دقايق كده على الشواية، بس كده. ابتديت بقى إن أنا أقطّعها بقى إيه، هي سخنة بصراحة، المفروض تتقطّع وهي باردة عشان تتقطّع قطع كده بس بصراحة إحنا بنحبها وهي سخنة أكتر، أنا باموت فيها وهي سخنة أصلًا، بتبقى juicy كده وبتبقى حاجة كده تحفة. باقطّعها بقى كده زي ما أنتم شايفين، بقى باجيب طبق، تمام، هاجيب بقى إيه، هاغرف بقى، ده الطبق بتاعي، أغرف أول طبق ليّا. تمام، شايفين بقى القطع عاملة إزاي، برضه هي بتبقى متماسكة مش متماسكة أوي، لسه طالعة من الفرن، بس والله العظيم كطعم تحفة أوي، أوي، أوي. طعم البشاميل تحفة. دوقي بقى كده، دوقي يا بنتي يا مي وقولي لنا رأيِك. تحفة، باقول لكم تحفة، والله العظيم كانت تحفة أوي، أوي، جربوها كده إن شاء الله تطلع معاكم تحفة. طبعًا ما تنسونيش طبعًا في اللايك والتعليق بتاعكم، قولوا رأيكم بقى في التعليقات وبتعملوها إزاي، وإيه التكات بتاعتكم إن أنتم بتعملوها نفيد بعض عادي، زي ما أنا بافيد عايزة أستفيد برضه، أنتم فاهمين؟ اضغطوا لايك كده واعملوا اشتراك في القناة واعملوا تعليق حلو زيكم كده وفيدوني بقى بالله عليكم. باي باي.